بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ عارفين معاكم مين طبعا؟ سمعوني كده. ايوه، حبيبتكم ام يوسف. حبيبتكم ام يوسف. الناس دلوقتي عماله بتقول لك ايه شيبس بطعم ايه، شيبس بطعم ايه، شيبس بطعم ايه، اطعمه جديده طلعت. فالمهم قمت انا قلت له يعني كل واحد بيجي يحكي لي على الطعم اللي هو بيقولوا عليه، طب ما انا لازم اشوف جت عليا؟ لا ما جتش عليا، لازم اجرب الاطعمه الجديده دي واقول رايي فيها بكل صراحه يعني. وانتوا عارفين ان انا صريحه، لازم اقول لكم الحقيقه. انا على فكره بحب طعم الكباب، وهو ده اللي انا بحبه دائما وابدا يعني. بس انا قلت لازم برضو يعني اواكب الموجه بتاعتهم الجديده واشوف الشيبسيات عامله ايه. فرحت انا عند الراجل بتاع الشيبسي اللي هو السوبر ماركت يعني، لقيت ده ب5 جنيه ليمون معصفر، وده ب7 جنيه. سلطه الحاتي هي 5 و7. ده ب5 وده ب7. ده بقى الكبير اللي هو ايه، لما جيت اجيب لكم بقى اللي هي التوميه برضو من الشيبسي ما لقيتهاش. اقف؟ لا ما فيش حاجه توقفني. قلت لازم برضو اهو طعم جديد. أنا على فكرة اقف وما اعملش الفيديو. لا اول مره اشوف الطعم ده برضو اللي هو ايه، طعم يقول لك زبادي وليمون مملح. انا برضو على فكره اول مره اشوفه النهارده وانا عند السوبر ماركت وانا بجيب الشيبسيات. فقلت لازم نشوف الموضوع ده بتاع الشيبسيات الجديد. انت يا ماما شركه شيبسي مبسوطه منك، يعني جايبه لهم شيبسي وشيبسي وواحده لاين. يعني اقف اوقف الدنيا؟ لا ما طبعا. مش حاجه توقفنا يا جماعه. اسيب منزاتي. ما دام في طعم جديد نجربه برضو. وايه المشكله؟ هو من شركه ثانيه عادي، هي كانت الشركه بتاعتنا مش بتاعتنا. بتاعت ابونا. نخاف على زعلها. لا فاحنا هنجرب الشيبسي. نفتح الاول الليمون المعصفر اللي هو ب5 جنيه اللي هو اقله في السعر بس مش في الطعم لسه. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح وندوق. صدقوا فعلا يا جماعه طعمه ليمون، فعلا طعمه ليمون. والله الليمون اللي هو يا ماما المعصفر اللي بتخلل ده ولا ايه؟ فعلا طعمه ليمون. هم حاطين له عصفر، شكلهم حاطين له عصفر بتاع الليمون. لا فعلا طعم ليمون. عشان ادوق واحده كمان عشان اقول برضه. وريحته برضو ليمون وكده ولا ايه؟ لا حقيقي طعم ليمون والله. طب استنى، على فكره ده ما فيش فيه غش، ده فعلا طعم ليمون معصفر. طب احنا بقى نجيب لك سلطه الحاتي دي. بسم الله. هما ليه ما عملوش مثلا طحينه؟ ليه السلطه؟ ليه ما عملوش بابا غنوج مثلا؟ ده في الطريق اليه. الناس دي ناقصها افكاري. لا يا جماعه، لا ده طعم طماطم والله. ده طعم الطماطم، ولا سلطه حاتي ولا اي حاجه. طعم الطماطم فعلا، بس الكيس هو اللي متغير على فكره. طعم الطماطم ازرق، هم عملوه اخضر. انتوا عارفين ان انا بقول الصراحه. نشوف بقى الكبير اللي هو اللاين اللي بطعم الزبادي والليمون المملح. بسم الله. ريحته مش زبادي ولا حاجه. ريحته لا زبادي ولا ليمون. لا 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 يا جماعه، طعم اللبن والزبادي فيه والله. والله. حلاوتك يا ماما. ما شاء الله، فعلا طعم الزبادي فيه بامانه. زبادي. الكيس ده صح الصح. ده 10/10 فعلا طعم الزبادي. طب تمام، والليمون المعصفر كمان عشان حلو فعلا حلو. طب طب ماشي. الله، لا والله حلو. بعد ما اخلص الفيديو هكملوا اكل يا جماعه. طب يا ماما قولي لنا بقى الليمون المعصفر ده كام من 10؟ طعمه ليمون، ممكن نقول 8/10. جدع يا ماما. ده طعم الطماطم 10/10. طماطم، مش سلطه حاتي ولا اي حاجه. بس يعني انت قلت اللاين تمام احلى واحد فيهم. ايوه. يعني تنصحي بايه في الطعم الجديد؟ الطعم الجديد، طعم الزبادي ده جميل وجديد فعلا. يا جماعه هو ده فعلا اللي يستحق التجربه. جربوه وفعلا ايه هتتبسطوا منه. تمام. طعم الزبادي بالليمون ده حلو فعلا، وطعمه زبادي. انما طعم السلطه الحاتي دي لا لا، يعني اوحشهم. طعمها طماطم ومش حلو. انا كده ما بحبش الطماطم اصلا. الطماطم ده اوحش طعم انا ما اصلا. بحبهاش اصلا. انا بحب الكباب. انا الكباب هو اللي انا صراحه طعم بعشقه، جميل. في العادي اصلا ماما بتجيب كباب على طول. بحب الكباب على طول.
وده بقى ايه المعصفر ده برضو كويس. هو بيقول لك الليمون المعصفر ده يتاكل جنب سندوتشات فول وطعميه وكده. على فكره ممكن الشيبس احنا ناكله جنب اي حاجه. جنب اي حاجه صح. جنب اي طبيخ، جنب اي اكل، جنب فراخ، جنب لحمه، جنب اي حاجه. جربوا بقى كده الطعم بتاع الزبادي ده، انا برشحه لكم وفعلا انا حبيته وهجيبه على طول. يعني هيبقى ايه الكباب والزبادي بالليمون ده فعلا ده جميل. جربوهم وهتتبسطوا منه. معاكم مين؟ سمعوني. حبيبتكم يوسف. حبيبكم ويوسف. المودي لو كان جنبي كان قال باي باي. باي.